الناصر سابنا ومات، يا سادات يا سادات عبد الناصر سابنا ومات. حضرت الخطاب والرئيس. انت بتشك في قدراتي ولا ايه؟ هنسكت الناس بالزعل. انزل لهم بدي احداث. اخواني دي احداد دي احداد دي احداد. لا يا عم، دي احداد على روح جمال يا عم. اخواني دي احداد على روح الفقير الشهيد البطل جمال عبد الناصر. خطاب زي دول. حضرت الخطاب؟ وريني. بتشام اهو زي الفل. تمام. اخواني لقد خلصت أندية الحلال على روح الشهيد. احم في اتنين يا نسيت اكتبهم. احم من جوه احم. بسم الله. ادي كمان يا عم. باسم الأمة. ادي كمان يا عم. باسم الشعب. ادي كمان. في 6 مليون وافقوا على ترشيحي في الانتخابات ان شاء الله. انا بقول لهم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، و10 على 10 ونجم. وفي 700,000 ولاد رفضوا انهم يرشحوني في الانتخابات. دول بقول لهم برضه جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، و9 على 10 ونجم. في الآونة الأخيرة ظهر بعض مطالب الشعب. أهم مطلب هو تغيير شكل الفيسبوك الجديد علشان الناس ما عادش تتعامل معه. أنا قررت أتصل بوسائل الإعلام لتغيير هذا الشكل. شكرا. المطلب الثاني اللي هيتعمل إن شاء الله، أي حد هيخش على الفيسبوك ويعمل تعليق هعمل عليه لايك بالعربي أعجبني. تمام. ويبقى فيه ان شاء الله كومنتات بالعربي يا ريس. كومنتات بالعربي، كومنتات تعليقة. برافو. شكرا. سكسي سقفة يعني. اما بمناسبة التعليم والصحة فقد قررت ان اكلم بعض الشركات المسؤولة عن التعليم والصحة، مثل شركات البيبسي والشيبسي ودلوعة بابا ودلوعة ماما يا عم. ودلوعة ماما. وشكرا. ايه؟ محدش بيسقف ليه؟ مالكم ساكتين كده ليه؟ محدش بيسقف ليه؟ مالكم ساكتين كده ليه؟ محدش. اخواني لقد انجزت الخطاب فيما لا يقل عن كلمتين، وهذا هو برنامج ترشيحي. والفساد يا ريس. ماله الفساد يا ابني؟ الفساد. ماله الفساد؟ قول له فساد ايه؟ فساد ايه؟ الفساد اللي في الناس اللي حوالينا. مين؟ مفيش حد حوالينا. انا لوحدي. انا مش موجود. انا لوحدي. انا ما جيتش. امال اللي وراك ده مين؟ لا كله الا لا. انت ما تعرفش مين ده؟ ده ابوك كريم يا حيوان. قول له انت صليب. انت صليب. انت من ارزاق. انت من ارزاق. انت قليل ادب. انت قليل ادب. انت لو بتكلم ابوك ده لو هتكلمه كده. بتكلم ابوك هتكلمه كده. اقف مكانك. اقف مكانك. اقف مكانك. اقف مكانك. قول له تاني. قول له تاني. اقف مكانك. بس يا ولا. بس يا ولا. 7 ونص. وتعالى بص. قرب يا بدال. قرب يا انس. العربية. ثانك يو. شكرا. يا الوه. بطل لعب بوعك واصحى. عايز ايه؟ عايز ايه يا ابوي؟ عاجبك اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل يا ابوي. اللي بيحصل يلا. ايوه ايه هو اللي بيحصل يا ابوي؟ اللي بيحصل. ايه هو اللي بيحصل يا اللي ابوي؟ بيحصل في سينا يا عم. مالي؟ عاجبك اللي بيحصل في سينا ده؟ ايه اللي بيحصل؟ الاسرائيليين مش هيجيبوها البر. قالوا شويه وماشيين وقلنا ماشي. يبنوا مستعمرات نقول ماشي، لكن فلل وبيوت ويأجروها. لا وكمان بنوا خط فودافون. خط برليف يا ابن الهبل. مش هتفرق، كله ب 14 قرش دقيقة. ماشي. انا عملت اللي عليا ورحت اتكلمت معاهم وقلت له واتخانقت معاهم، وصلت بينا للاستهزاء. بقى كل واحد فينا ماشي في الشارع عمال ينزف. اعمل ايه بعد كده؟ وخصوصا اللي هم محميين ورا الخط ده خط مبينين. اعمل ايه هاني؟ اسمه برليف يا عم. عادي ما بتفرقش معايا. يعني هي كل مشكلتهم في الخط ده؟ لا وبيقول لك تحت الخط ده فيه لا مؤاخذه ما بيني وما بينك حاجات اللي اتقال نباوي. عارف. ايه نباوي؟ النظام ده حاجة عاملة زي بنزين. بس بعيد عنك بتولع. بنزين وما بيولعش. لا البنزين ما
بيولعش، احنا بلد بنزين بيولع. اشتري مني مالكش دعوه. ايه افكارك وخطتك لهزيمه الاسرائيليين؟ بص قول. امبارح بعد ما شفت اللي حصل ده اتخنقت. اه قلت انزل اشوف اللي بيحصل في سينا. تمام لبست ونزلت. تمام قلت اجيب الخط من اوله لاخره. تمام. زي ما انت عارف ان كل خط زي ما هو ليه بدايه ليه نهايه. اكيد خدناها في الرياضيات في ثالثه اول. بطل مسح وركز معايا. اتفضل. بص يا سيدي، ايوه وانا بتمشى على الخط امبارح ايوه. ربك قمر. امر بايه؟ ربك قمر يا انور. امر بايه؟ اوعى تكون اتوفيت ولا حاجه. قمر بالزنقه يا انور. ازاي؟ حصل. انت عايز تفوق؟ عملت ايه؟ مفيش. قلت هعملها يعني هعملها. تعمل ايه؟ هعملها. تعمل ايه؟ فك الزنقه. تفك الزنقه. مفيش. رحت على التراب ده، كنت تراب قد كده اهو. ايوه وفكيت عليه الزنقه. فكيت. وايه ده المفاجاه يا انور؟ ايوه لقيت كل التراب. ايوه. البيبي بياخدوه بينزل يا انور. كل التراب. البيبي بياخدوه بينزل. برافو، على راي المثل اللي بيته من تراب ما يحدفش ناس بالبيبي. بيصحيني في نص الليل عشان تقول البيبي بياخد التراب وبينزل، وايه المشكله؟ يا سلام، يعني انت ما شميتش اي حاجه في الموضوع ده؟ اكيد شميت طبعا. فهمتني غلط. تخيل معايا انا لوحدي والبيبي بتاعي لوحدي. ايوه نزلت كميه التراب دي. تخيل معايا لو الجيش المصري كله وقف وبروح واحده وفي نفس واحد وفي لحظه واحده كلهم عملوا بيبي على الخط، ايه اللي هيحصل؟ الخط هيروح. يا هتبقى معجزه. دي هتبقى زروطه. حلوه الفكره دي. ابتديت تفهمني يا انور. تمام. طب دلوقتي ايه خطتك عشان نعمل الحوار ده؟ احنا هنحتاج كام عسكري؟ كام عسكري؟ جامدين؟ جامدين؟ على كام ظباط؟ على كام ظباط؟ اجمد؟ اجمد. على كام ازازه ميه كده؟ ليه؟ هي مش العساكر دي هتفضي؟ هتفضي محتاجه ذخيره. تملى. يجي لها جفاف تمام. يعني. طيب والعساكر احنا محتاجينهم ليه؟ ايوه هم اللي هينفذوا المهمه. طب والظباط اللي عليهم الاجمد لا هم هيساعدوك هيساعدوهم في تنفيذ المهمه. باذن الله. تمام. خطتك بقى؟ بص يا انور، اتفضل. اللي هيحصل كالاتي: احنا هنديهم في رمضان نديهم في رمضان وفي عز الحرب وفي عز الحرب وفي عز وفي النار عز النار. الساعه قد ايه؟ لا لا لا. ايه؟ انا عندي فكره احسن من دي. ايه هي؟ احنا نديهم في رمضان ليه؟ في عز النار وفي عز الحرب والساعه 6. حلوه الفكره دي؟ طبعا. حلوه الفكره دي. ماشي. واحد فكره انور السادات. انا عندي فكره. اتفضل قول. على مكانك. احنا هنديهم في نص رمضان في نص رمضان علشان العساكر تبقى خدت على الصيام. لا لا لا. ايه اللي نديهم في نص رمضان؟ احنا نديهم. اسمع الفكره دي. فكرتي لا يعني احنا نديهم في 15 رمضان. في نص رمضان يعني؟ يعني في نص رمضان. ليه؟ عشان العساكر تكون خارجه على الصيام وما تفطرش. تمام؟ فكره رقم 2 انور السادات. انور انا عندي راي. اتفضل. احنا نديهم بيصلوا. هما مين اللي بيصلوا؟ احنا بنحاربهم. اسرائيل؟ اطلع بره. هيكل انا هنزل لك الانتخابات رمز البيض. ادي فكرتين انا اللي جبتهم. فكره ثالثه. بس قول الفكره الثالثه. قول. احنا هنديهم في رمضان تمام. وفي عز الحرب وفي عز النار. الساعه 2 الظهر ساعه ندوب في نص في رمضان نص رمضان. عشان العساكر تبقى خدت على الصيام. دي فكرتي. استنى بقى. اه. خد اللي بقى اللي جايه. اتفضل. استناني هجيبها. اتفضل. بص ايوه. احنا نخلص الحرب في 6 ساعات. في 6 ساعات. وريني انا كده ثانيه واحده. ايه ده؟ 2-1. 2-1. تلعب على الشيء. ماشي. ماشي. قوم انا اقول لك فكره ثانيه. ايه؟ احنا هنجيب شويه عساكر على الخط ومعاهم شويه موزه. لا استنى بقى. اقول لك انا فكرتي. اتفضل. احنا هنجيب كام عسكري من بتوعنا كام عسكري من دول؟ على كام بنت من اللي بيقولوا عليهم مزة.
ايوه. ونحطهم على الشريط بتاعنا اللي هو الشريط بتاعنا احنا مش بتاعهم هم، تمام؟ اللي هو الطاقه بتاعتنا احنا، مش عارف الشرقيه والغربيه مش فاكر تمام. بص هنحطهم كده ونخليهم يلعبوا راكت عادي جدا يعني، تمام. ماشي؟ بس يعني اللي هيحاسب ده مش عارفين مين لسه هيحاسب، ماشي؟ هناكلهم قصب وهناكلهم فريسكا وهنجيب لهم موز ويرموا القش على العساكر. ايوه اللي هم اليهود. تمام. العساكر هتقول ايه بقى؟ هتقولي الليلي يا ميمون. لا هتقول ايه؟ ده قمر يا عم مش هيحارب ولا حاجه. يا عم دول بياكلوا موز طب استنى عندي فكره اضافيه، لما العساكر اللي على الخط الثاني هيشوفوا الناس اللي عندنا وهم بيلعبوا مع البنات راكد وبتاع هيقولوا ايه ده بيلعبوا راكد، يبقى شكلهم مش هيحاربوا، نقوم احنا لازقين عليهم ومخسرانين الحرب، احنا اللي كسبانين الحرب. فاتك حاجات كتير. ايه؟ والنبض يا الله. نبض نعمل ايه في النبض؟ عليكم على الضفادع البشريه، انا سامع ان هم عاملين شغل جامد في ضفادع بشريه. طيب هنعدي الخط ازاي؟ حلوه دي. اسمع، ايوه. عليكم على الطيارات. انت تجيب الواد حسني تخليه يلمع الطياره 128 البيضه بتاعته. تمام. ويطلع. لا بلاش حسني ده غبي. انا عارف. اقول لك خلي عاطف اخوه. عاطف بيسوق طيارات. لا بيقف جوه. خلاص خليه يلبس الجواندي بتاعه ويطير على الطياره ال 128 بيضه بتاعت حسني. تمام. انا كده مسكت. انا رئيس الجمهوريه اصلا، انا كده نجحت في الحرب ان شاء الله باذن الله هنكسب على بركه الله. ما سالتنيش على يوم العمليه. يوم العمليه دي سؤال مهم. هيبقى 6 اكتوبر. يلا. لا مش معنى 6 اكتوبر عيد ميلادي يا اخي. لا. انا قايل نص الخطه وما تقوليش اي حاجه لا كده. انا هعمل يوم عيد ميلادي يوم 10 رمضان. انت واحنا لسه هنستنى لغايه ما 6 اكتوبر يوافق 10 رمضان؟ ده هم موافقين اصلا. خلاص على بركه الله. احنا نجيب الفالنتاين. اليوم ايه؟ نديهم الفالنتاين نضربهم في الفالنتاين بس 6 اكتوبر ب 10 رمضان ما قالش ده. انا فاكر لو سيبك خلاص نطلع عليه. ايه جاي؟ انت غلبت حسني. حسني عنده 128 بيضه. انت غلبته. اطلع بره. يلا بينا نحضر الخط. واحد صاحبي ان كان في حد وراه وهو اللي بيخطط له. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان السادات مش بالعبقريه دي ان هو يضحك علينا كده. اكيد في حد وراه وهو اللي بيشغله. قصدك انه مخاوي او نفسه كده؟ هتستظرف بقى. بس شالوم عليكم. بنادول مجرانيل اوتمانتين، كوركودول بواسير، اسموسيتيل نوت مناخير، اموكسيل فرقعتين، لبوس فيلين. خلاص. في ايه؟ كان فيه وخلص. بس يا جماعه. استظرف كمان. ايه بس اللي بتفكروا فيه حقيقي. هو ايه؟ ان السادات في حد بيخطط له، والراجل اللي بيخطط له ده هو اللي هزمنا وطلع ضرب الانتنا. استظرف بقى استظرف. بس يا جماعه بس السادات في حد بيخطط له، والراجل ده احنا لازم نخلص منه. لازم نخلص من بوكا نوكا كوانوكا. استظرف بقى استظرف. مين بوكا ده؟ بوكا ده الراجل اللي واقف ورا محمد انور السادات. اقعدوا. الراجل ده بقى خطر علينا ولازم نخلص منه. لا انا عندي فكره احلى. احنا نخلص منه. انا عندي فكره اجدد حاجه. نختار. ايه الغباوه دي؟ انت غبي جديد. انا اتصل بنيكسون يبعت لنا عينين من بتوعه نختاروا ونخلص. طيب على بركه الله. نقرا الفاتحه. لا فتحة ايه؟ ملاك يا ابني. الله.